بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أرحب بكم إخواني وأخواتي في مستهل هذا اللقاء الجديد من هذه الدروس المتواصلة في هذا الشهر الكريم، والله أسأل أن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قد انتهينا بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه في درس الأمس من قصة موسى عليه الصلاة والسلام التي استغرقت معنا لقاءات متواصلة، ولكن الكلام لا يزال مستمرا في أنبياء بني إسرائيل، لأن جل الأنبياء فيما نعلم وفوق كل ذي علم عليم الذين قصهم الله تبارك وتعالى علينا في كتابه الكريم، جلهم وغالبهم أرسلوا وبعثوا إلى بني إسرائيل، ولكن وللأسف كان موقفهم كما بين ربنا تبارك وتعالى فريق منهم يكذب وفريق منهم يقتل. فبعد أن ذكرنا بفضل الله عز وجل وفاة موسى عليه السلام ومنة ربنا تبارك وتعالى على بني إسرائيل أنهم خرجوا بقيادة يوشع بن نون ونزلوا إلى الأرض المقدسة التي كتبها الله لهم قبل ذلك، ثم مكث فيهم ما شاء الله تبارك وتعالى أن يمكث يوشع بن نون، وهو كان وصي موسى عليه الصلاة والسلام على بني إسرائيل من بعده. جاء بعده نبي كريم من أنبياء الله تبارك وتعالى، وهو حزقيل أو حزقيال، وهذا وإن كان مختلف في اسمه، وهكذا بقية الأنبياء الذين سنذكرهم، ربما نذكر نبيين أو ثلاثة في هذا اللقاء لقلة الأحداث التي وردتنا عن المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا النبي حزقيل أو حزقيال عليه السلام الذي أرسله الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل بعد يوشع ابن نون، وهو الذي يرى جمع من أهل التفسير هو المقصود، أعني حزقيال هو المقصود بقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن في ذلك إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. عامة المفسرين على أن الذي مر على هؤلاء الذين توفاهم الله عز وجل هو هذا النبي الكريم حزقيال أو حزقيل. قصته في اختصار كما قلنا هو الذي كان مع بني إسرائيل بعد وفاة يوشع بن نون عليه السلام. كان أناس في زمان أو قبل زمان حزقيل بمدة الله أعلم بها، كانوا في مدينة نزل فيهم الوباء مثل الطاعون، عافانا الله وإياكم وسائر بلاد المسلمين، وهذه الأمراض الفتاكة تنتشر المعدية، فقرروا أن يخرجوا من هذه القرية وأن يفروا وأن يبتعدوا حتى لا يصيبهم هذا المرض. أراد الله تبارك وتعالى الحكيم أن يعطيهم درسا وأن يجعلهم عبرة وموعظة للمعتبرين، وذلك أنه لا ينجي حذر من قدر، لا ينجي حذر من قدر. صحيح أننا أمرنا ببذل الأسباب، وإذا لم يبذل الإنسان الأسباب فإنه يأثم، يعتبر مفرط، يعتبر قد ألقى بنفسه في التهلكة، ولكن مع هذا لا يجوز لنا أن نتوكل وأن نعتمد على الأسباب،
فإن هذا يعد من الشرك. إذن نعم لبذل الأسباب، ولكن لا للاعتماد عليها، بل الاعتماد يكون على الله تبارك وتعالى، ونبذل هذه الأسباب سواء الشرعية أو القدرية التي جعلها الله تبارك وتعالى. هذا هو الموقف الشرعي الصحيح، لا إفراط ولا تفريط. فهؤلاء كأنهم اعتمدوا فقط على هذا السبب، ألا وهو المتمثل في فرارهم حتى ينجيهم مما قد يصيبهم من هذا المرض. فأراد الله عز وجل أن يعطيهم درسا، وأن يتعلم من خلفهم هذا الأمر العظيم، لا بد من الاعتماد على الله عز وجل. فأصابهم المرض في مكانهم، لما فروا أصابهم المرض في مكانهم وأيقنوا الهلاك، فما كانوا إلا أنهم استسلموا لهذا الأمر، وعرفوا أن الله عز وجل لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وأنه لا ينجي حذر من قدر. فما كان منهم وهم يستسلمون للموت إلا أنهم بنوا سورا، ضربوا سياجا حولهم، فأصبحوا كأنهم في حظيرة. وسبب بنائهم لهذا السور لأنهم أرادوا أن لا تكون جثثهم فريسة للسباع في هذه الصحراء، يعني نوع من أرادوا أن يكرموا أنفسهم بعد وفاتهم، إنهم سيموتون كنفس واحدة، وفعلا ماتوا، وأصبح مكانهم غريبا، حظيرة، وفي هذه الأجساد المتساقطة على الأرض وهي ميتة، جثث هامدة. مرت السنوات والأعوام، بلت هذه الأجساد، أصبحت عظاما نخرة. مر هذا النبي الكريم حزقيال أو حزقيل عليه السلام، وهو كما قلنا نبي من أنبياء بني إسرائيل بعد يوشع بن نون، مر على هذه الحظيرة ووجدها، فتساءل في نفسه كيف يحيي الله هذه العظام بعد موتها وبعد أن أصبحت نخرة. فأوحى الله تبارك وتعالى له أن إذا شئت سأحيي لك هذه العظام. فسأل الله عز وجل أن يحيي هذه العظام، فأحياها الله عز وجل، فقامت هذه الجموع الكثيرة التي أقل ما قيل في عددها 4000، قاموا في لحظة واحدة وكبروا كرجل واحد. أحياهم الله الذي أحيا كل شيء، وانطقهم الله الذي أنطق كل شيء. ولذلك ذكر الله عز وجل هذه الآية: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم خوفا من الطاعون وهم ألوف. جاء عن ابن عباس أنهم 4000، وجاء عن رواية أخرى 8000 ألوف. لماذا خرجوا؟ حذر الموت، فقال لهم الله موتوا كما قلنا، فضربوا على أنفسهم هذه الحظيرة لئلا تأكلهم السباع. ثم أحياهم، أي ثم مر بهم هذا النبي حزقيال وأحياهم الله عز وجل أمام عينيه سبحانه وتعالى. جاء حكم هذا الأمر في شريعتنا، ولذلك في الأثر المعروف الذي أخرجه الإمام أحمد، وأيضا أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، من حديث عبد الله بن عباس في قصة طاعون عمواس. عمواس بلدة في الشام، وكان قد يعني في تلك الأيام وصلت إليها جنود المسلمين، فتوحات الإسلامية في زمن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان هذا الجيش بقيادة أمين هذه الأمة أبي عبيدة عامر بن الجراح. فوصلوا إلى طاعون عمواس، إن لم تخن الذاكرة كان هذا الأمر في سنة 18 من الهجرة في خلافة الفاروق. ثم ترددوا: ماذا نصنع؟ ندخل على هذه القرية التي أصابها الطاعون، والطاعون مرض فتاك معدي قاتل، أم نحجم ولا ندخل؟ اختلفوا. استشار عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الصحابة، كان يعني يقرب 10، ثم البدريين، ثم المهاجرين، وهكذا على فضلهم. وكل فريق يستشيره عمر كانوا ينقسمون إلى قسمين، قولين: منهم من يقول ادخل، ومنهم من يقول نحجم ولا ندخل. ثم بعد أن استشار عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الصحابة، اتخذ قرارا بأنه يحجم ولا يدخل.
ما يدخل. فقال له أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمين هذه الأمة، قال له: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر له رضي الله عنهما، قال له: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. هذه الكلمة تحتمل معنيين: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة لأوسعته ضربا بالدرة، ولكنك أبا عبيدة أمين هذه الأمة الذي قدم للمبايعة في خلافة الصديق، قدمه بكر الصديق لأن يبايعوه لفضله، وهم لا يجاملون رضي الله عنهم وأرضاهم، يعلمون فضله. أحد العشرة السابقين الأولين أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. فهذا المعنى الأول: لو غيرك قالها، يعني لو كان واحد ثاني لأوسعته ضربا، ولكنك في مكانتك ومقامك وفضلك لن أفعل ذلك. المعنى الآخر: لو غيرك قالها، يعني كنت أتوقع أن يقول مثل هذا الكلام غيرك يا أبا عبيدة، وأنت الفقيه العالم، كيف تقول أننا نفر من قدر الله؟ نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. وكل هذه المحادثات والمشاورات كلها خرجت عن اجتهاد، إلى الآن ما في نص. ثم بعد ما جرى، ثم بعد هذا القرار، وإذا بعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه يأتي، كان متخلفا وأتى، ثم ذكر له القصة وما جرى وهذا التردد والمشاورة واتخاذ عمر رضي الله عنه وأرضاه هذا القرار أن يعني يحجم ولا يدخل. فبين لهم عبد الرحمن بن عوف أنه سمع في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: إذا كان بأرض وأنتم بها، يعني الطاعون، فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. فحمد الله عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن كان حكمه واجتهاده موافقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا غرابة في ذلك، فهو الملهم الذي وافقه ربه في أكثر من قصة كما هو معروف في القرآن الكريم. وهذا أيضا، قبل أن تفوتني هذه الفائدة من هذا الحديث العظيم، فيه أيضا دليل إلى أن من الممكن أن يغيب بعض أحكام الشريعة على الصحابة كأفراد وليس في الجملة، أن الأمة في جملتها معصومة عن الخطأ، والأمة في جملتها لا يغيب عنها شيء من أحكام الله عز وجل حتى تقوم الحجة على العباد، ولكن على الأفراد ممكن. فمن العلماء من يجهل شيئا يعرفه الآخر، وقد يجهل الآخر شيئا يعرفه الأول، وهكذا يكون التكامل. لكن على سبيل الأفراد لا، لن يحيط أحد بالعلم كله مهما بلغ في الدرجة من العلم والفهم، يبقى علمه قاصر. وهذا مثال: عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه جهل هذا الحديث، ما يعرفه، ما سمع بهذا الحديث، حتى أخبره عنه عبد الرحمن بن عوف. فلذلك هذا دليل حقيقة على نسوقه للمتعصبين الذين يتعصبون لآراء العلماء أو لآراء المذاهب، يتعصبون، يقول: يا أخي مو معقولة يغيب عنه. ليش مو معقولة؟ الصحابة غاب عنهم، كيف ما يغيب عن من هو دونهم؟ فلا تتعصب لأحد، كل يؤخذ من كلامه ويرد، وكل يخطئ، وكل له كبوة، وكل له هنة وزلة، ولكن هذه الأخطاء وهذه الكبوات من العلماء الربانيين مغمورة في بحار حسناتهم، لكن ما نتجاوز ندعي العصمة فيهم. نعم، إذن هذا هو الموقف الشرعي لمثل هذه الأمور، وهذا حقيقة ما ورد فيما أعلم أو ما يعني يعول عليه في قصة حزقيال أو حزقيل، وهو نبي كريم من بني إسرائيل. كان بعد حزقيل أو حزقيال بعدما توفي جاء بعده نبي آخر من بني إسرائيل، وهو إلياس عليه السلام، أو الياسين بإضافة النون، وإضافة النون
لغة مشهورة عند العرب، يقولون إسماعيل وإسماعين بالنون، فهذا أمر مشهور عند العرب، فإضافة النون لإلياس هذا أمر دارج في لغتهم. فهذا أيضا نبي من أنبياء بني إسرائيل، وذلك لأنه بعد وفاة حزقيال، ذكرنا قصته قبل قليل، بعد وفاته انحرف بنو إسرائيل ووقعوا في الآثام والخطوب والمحرمات حتى بلغ بهم الحال إلى أن عبدوا الأصنام. كانت فترة طويلة، ومن جملة الأصنام التي عبدوها صنم اسمه بعل الذي كان في بعلبك، المنطقة المعروفة في بلاد الشام، فكانوا يعبدون هذا الصنم عنده. فبعث الله عز وجل إليهم هذا النبي إلياس ودعاهم إلى الله تبارك وتعالى، كما ذكر الله سبحانه وتعالى قصته في سورة الصفات. قال الله عز وجل: وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون. عندما دعاهم كما هي القصة كل مرة، يدعوهم يرغبهم يرهبهم، يأتيهم بالمعجزات والآيات الدالة على صدقه، يؤمن القليل يكفر الكثير، يستهزئون، ينذرهم عذاب الله عز وجل، لا يستجيبون، يحل عليهم العذاب. القصة واحدة تقريبا، ولكن كما قلنا أكثر من مرة التفاصيل تختلف. فأنذرهم، قال فكذبوه، لم يستجيبوا لدعوته ولم يؤمنوا بما جاء به من التوحيد ونبذ الشرك والأصنام وترك عبادة هذا البعل الصنم الذي صنعوه. قال فكذبوه فإنهم لمحضرون، أي سيحضرهم العذاب في الدنيا وأيضا في الآخرة لمن مات منهم على هذا الكفر، إلا عباد الله المخلصين. لا شك هؤلاء مستثنوا في كل زمان ومكان إذا قاموا بواجب النصيحة والأمر بالمعروف والدعوة إلى الله عز وجل، فإذا أتى العذاب والبلاء فإن الله عز وجل ينجيهم. وهذا كما قلنا أيضا متكرر في قصص الأنبياء والمرسلين، وهذا مثال أن الله عز وجل قال فكذبوا فإنهم محضرون إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين، أتى هنا بالنون وهو إلياس، لكن قلنا هذه اللغة عند العرب يضيفون النون. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. إذن هذا أيضا ما كان من إلياس، وهو نبي آخر من أنبياء بني إسرائيل. بعد وفاة إلياس أوصى بالنبوة من بعده لليسع، اليسع وهو أيضا نبي آخر من أنبياء بني إسرائيل. وهذا يعني ذكره الله عز وجل اليسع في أكثر من موضع من كتابه الكريم، مثل قوله تبارك وتعالى: وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. قال تعالى: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. إذن هذا أيضا نبي آخر من أنبياء الله تبارك وتعالى وهو اليسع. والله أعلم ما جرى يعني في أحداثه، حقيقة لم أقف على كثير التفاصيل. نعم قد تكون هناك روايات عن بني إسرائيل بعضها فيه يعني شيء من القدح وشيء من المجازفات، فلذلك يكون يعني لا يصدقها الإنسان ويستبعدها لما فيها من يعني الخرافات والمجازفات. لكن فيما ورد في الكتاب والسنة لا أعلم تفصيلا لما جرى في حياة اليسع عليه السلام، ولكنه كما هو ظاهر القرآن الكريم هو نبي من أنبياء بني إسرائيل. وأثنى الله تبارك وتعالى عليه يعني بقوله: وكل فضل على العالمين، وبقوله أيضا: وكل من الأخيار. بعد وفاة اليسع، وكان قبل ذلك لقرون أو لعقود طويلة كما ذكرنا قصته مع حزقيل وقصتهم بعد ذلك مع إلياس، كيف أنهم انحرفوا أي بني إسرائيل وعبدوا الأصنام، كفروا بالله تبارك وتعالى.
وكلما جاءهم نبي يكذبونه يقتلونه، فحرمهم الله عز وجل الأنبياء، لأن كان الله عز وجل يعني يخرج الأنبياء من بني إسرائيل النبي تلو الآخر كما ترون الآن. فعندما وجد الله عز وجل وهو العليم سبحانه وتعالى من هؤلاء هذا الكفر والصدود والظلم والموقف المشين تجاه أنبياء الله ورسله، سلط الله عليهم الملوك الجبابرة. كان قبل ذلك الذي يقود بني إسرائيل أنبياء كما ترون مع موسى عليه السلام، وبعد ذلك يوشع بن نون عليه السلام، ثم حزقيل، ثم إلياس، ثم اليسع، وقد يكون غيرهم والعلم عند الله عز وجل. فالذي كان يتولى زمام هذه القيادة والتوجيه في بني إسرائيل الأنبياء. فعندما وجد الله منهم كما قلنا ظهر منهم الكفر وإلى آخره، سلط الله عليهم الملوك الجبابرة فساموهم سوء العذاب. وكانوا أي بني إسرائيل منذ خروجهم من التيه مع يوشع بن نون وقتالهم الجبارين في بيت المقدس وانتصارهم على الجبارين، وكان معهم كما ذكرنا قبة الزمان، ومعهم أيضا التابوت. قبة الزمان بعدما سكنوا في بيت المقدس اندرست، يعني بليت، فبنوا على الصخرة في بيت المقدس وجعلوها قبلة لهم. أما التابوت الذي صنعه موسى عليه الصلاة والسلام بأمر الله عز وجل، وكان من خشب الشمشاز كما ذكرت لكم، كان بنو إسرائيل يتوارثونه جيلا بعد جيل، ويأخذه نبي بعد نبي، وكلما قاتلوا قوما وحاربوا طائفة أو أناسا أخذوا التابوت معهم، فيرزقهم الله عز وجل النصر ببركة هذا التابوت، يتبركون به. فعندما انحرفوا سلط الله عليهم العمالقة وهم قوم أشداء، فقاتلوا بني إسرائيل، واستطاعوا هؤلاء العمالقة أن ينتزعوا التابوت منهم، فأصبح بنو إسرائيل في كمد من العيش وفي ضنك من العيش، حتى إن ملكهم في ذلك الزمان مات كمدا وحسرة بعد هذه الهزيمة النكراء التي كان على إثرها أنهم فقدوا هذا التابوت. كما ذكر غير واحد من التفسير، قال عندما بلغه الخبر أن أعداءه قد انتصروا عليه وأخذوا التابوت مال برقبته وفاضت روحه كمدا وحزنا. فعاش بعد ذلك بنو إسرائيل كالقطيع المتشرد، لا ملك لهم يقاتلون تحت رايته ويدافع عن حقوقهم وعن أرضهم المسلوبة وعن مقدساتهم متمثلة في هذا التابوت. ليس عندهم ملك وليس عندهم نبي يرشدهم ويعلمهم ويربيهم، عاشوا هكذا شذرا مذر لسنوات الله أعلم بها، فأصابهم ما أصابهم من التشريد والتقتيل والاستحياء من قبل الجبابرة التي تسلطوا عليهم، حتى بعث الله عز وجل مرة أخرى نبيا منهم. وهذا النبي على المشهور من أقوال أهل العلم أنه شمويل، وهو أيضا مشهور معروف يعني عند الكثير، شمويل أو سمعون، قال هو في سمعون فحرف إلى شمويل. وسمعون سمي بذلك والعلم عند الله عز وجل لأن الله عز وجل قد سمع دعاء أمه فيه أن يرزقها هذا الولد، فسمي سمعون من السماع، ولكن في لغتهم شمويل. فهذا أو صموئيل، كل هذه أسماء لشخصية واحدة على اختلاف في ضبط هذا الاسم، ولكن المشهور في كتب أهل العلم شمويل
أو صموئيل. هذا النبي الذي بعثه الله عز وجل عليه السلام في بني إسرائيل بعد ما أصابهم هذا الضنك وهذا الذل وهذا التسلط من قبل الجبابرة، شرع في لم شتات بني إسرائيل وإصلاح ما فسد من أحوالهم، وأخذ يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. بعد فترة من الزمن ومن وجود شمويل أو صموئيل بينهم، طلب بنو إسرائيل من نبيهم صموئيل أو شمويل، طلبوا منه أن يخرج لهم ملكا كالملوك السابقين الذين ذهبوا في غابر الزمان، فيشكل جيشا منهم ويقودهم لقتال العماليق وهؤلاء الجبابرة، ليخرجوهم من أرضهم ويعودوا إلى أرضهم مرة أخرى وينتزع منهم هذا التابوت المقدس. فقص الله علينا هذا الحوار الذي جرى بين هذا النبي شموئيل أو صموئيل وبين بني إسرائيل. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. هذه الأحداث بعد موسى أكيد. إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. طلبوا منه أن يخرج لهم ملكا، فقال لهم نبيهم وهو الخبير بأحوالهم والعارف بأحوال قومه، إنهم ناس غدر وناس ينتكسون وناس لا عهد لهم ولا ذمة، وقد عانى أنبياء الله ورسله من قبله الأمرين مع هذا الشعب ومع هذه الطائفة من الناس. فخشي صموئيل أن يدعو الله عز وجل وأن يتوسل إليه سبحانه وتعالى فيعينهم ويخرج لهم ملكا، ثم بعد ذلك يخذلون كما هي عادتهم. فقال لهم: قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قال: أخاف والله أنتم ما يشد فيكم الظهر. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل؟ ليش ما نقاتل وقد أخرجنا؟ وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، يعني ذهب كل شيء، ذهبت ديارنا وأرضنا ودورنا وأموالنا، وذهب عيالنا، وذهبت مقدساتنا متمثلة في هذا التابوت، وقتلنا واستبحنا، فما الذي بقي؟ ما الذي نخشاه أو نخشى عليه؟ سنقاتل معك أكيد. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. هذا مختصر هذه القصة، أن لما أخرج الله له ملكا كما سنذكر بعد قليل، وآتاه الله عز وجل قوة في الجسم والعقل والعلم، وكان من خيارهم ودعاهم للقتال، تنكصوا في استجابته، ثم وقع لهم اختبار كما سنذكر بعد قليل، فشل غالبهم في هذا الاختبار. ولذلك قال الله عز وجل مختصرا ومبينا لك عاقبة ما وقع، قال: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ما الذي وقع؟ دعا صموئيل ربه تبارك وتعالى بأن يرزقهم سبحانه وتعالى ملكا، فأوحى الله تبارك وتعالى له أنه جعل طالوت ملكا. طالوت رجل من بني إسرائيل من عامة الناس، لا يعرف بنسب شريف بينهم، يعني ليس أحد آبائه وأجداده ملك من الملوك أو نبي من الأنبياء، فلم يكن غنيا، لم يكن وجيها، ولكنه كان رجلا صالحا، وعلى ذلك على صلاحه في نفسه آتاه الله بسطة في الجسم والعلم، فيعني فضله الله عليه في قوة الجسم وكذلك في رجاحة العقل، وهاتان صفتان للقائد الناجح خصوصا في ميادين القتال والمعركة. لا بد أن يكون ذا جسم قوي في الأعم الأغلب حتى يقود هذه الجيوش، وأن يكون صاحب رأي حازم قيادي فذ
حتى يستطيع أن يقود هذه الجيوش. فهذه الصفات كانت متوفرة في طالوت، ولكنه المشكلة من وجهة نظر بني إسرائيل أنه لم يكن صاحب مال ولم يكن صاحب وجاهة، إنما كان يعمل كما قالوا سقاء يسقي الماء، أو كان يعمل دباغا للجلود. ويعني هاتان الوظيفتان في نظرهم ليست من وظائف الأشراف، بل هي من وظائف عامة الناس. قال الله عز وجل: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وتبون ملك؟ هذا ملك عليكم؟ لا. ولكن بني إسرائيل دائما يعودون إلى التعنت والتكلف والتشدق والتنطع. قالوا أن يكون له الملك علينا؟ لا يبا، مو هذا ملكنا. أن يكون، كيف يكون ملك علينا هو ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال؟ هذا ميزانهم، يعني مو ميزانهم التقوى ولا الصلاح ولا القوة ولا الحكمة ولا الحزم ولا رباطة الجأش. هذه كلها صفات يحتاجها القائد. طيب لو كان غني وهو جبان، شو الفائدة؟ أنت تبي قائد، ما تبي متبرع. ولكن هذا ميزان بني إسرائيل إلى يومنا هذا. اليهودي يبيع أبوه وأمه عشان الفلوس، معروف إلى يومنا هذا. فميزانهم المال، دائما المال. فقال ربنا تبارك وتعالى: قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يجوز، ما يجوز أن تقول لماذا في حق الله عز وجل. يعني حتى العلماء تكلموا في هذا التفاصيل الدقيقة في أدب السؤال. هناك آداب لسؤال العلماء وأهل العلم. قال لا تقل لماذا قال الله كذا وكذا، لماذا فرض الله الصيام 30 يوما، لماذا فرض الله صلاة الظهر 4 ركعات، لماذا جعل الله الحج فيك. لا تقول لماذا، هذا سوء أدب مع الله. قل ما الحكمة في كون صلاة الفجر 2 والظهر 4 مثلا؟ ما الحكمة في كون نصوم شهر رمضان ما نصوم غيره مثلا؟ لأن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. فهنا سألوا واستفسروا ويعني اعتراض، ولم يكن انقياد وقبول من هؤلاء. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، يعني سأعطيكم آية، يقولها نبيهم لهم، سأعطيكم آية من قبل الله طبعا سبحانه وتعالى تبرهن صدق هذا الملك وهو طالوت، وأنه هو الرجل الصحيح والمناسب في المكان المناسب. سأعطيكم آية. ما هي هذه الآية؟ أنه بمجرد أن يكون ملكا عليكم سيأتيكم التابوت. تابوت الذي كان عند موسى ذكرناه قبل قليل، والذي أخذه الجبابرة العماليق. ستأتيكم به ملائكة الله كرامة لهذا الرجل. ايش رايكم؟ فوافقوا، لأنهم يحتاجون لمثل لهذا التابوت. فقال الله عز وجل: وقال لهم نبيهم إن آية ملكي، يعني علامة ملكي وصدق ملكي، أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. ذكر أهل العلم روايات مأخوذة عن بني إسرائيل في طريقة أخذ هذه التابوت، وكلها الله أعلم بها، لا نصدقها ولا نكذبها لأنها من مرويات بني إسرائيل، ولكن في سياقها العام فيها شيء من الغرابة، ولذلك لن أطيل في ذكرها، فنقف مع ظاهر الآية. ظاهر الآية أن الملائكة حملت هذا التابوت
من ديار العمالقة وأتت به إلى ديار بني إسرائيل عند طالوت. هذا هو الظاهر، وهذا الذي يعني سنسلكه، بأن هذه نقلته من ديار العمالقة إلى ديار أو إلى طالوت. هنا صدقوا بأنه يعني مختار من عند الله تبارك وتعالى، فجهز طالوت جيشه وخرج ومعه هذا النبي الكريم صموئيل أو شموئيل كما قلنا، وهم يتجهون لقتال العمالقة ليستعيدوا أرضهم التي كتبها الله لهم قبل ذلك. في طريقه مر على نهر الأردن، مر على هذا النهر، أمره الله تبارك وتعالى، يعني عندما نقول أمر الله طالوت يعني بواسطة شموئيل، أنه هو الذي يوحى إليه صموئيل أو شموئيل، وهو الذي يبلغ الناس ومنهم طالوت أوامر الله تبارك وتعالى. فأوحى الله إليه أو أمره بأن يختبر جنوده ليميز الخبيث من الطيب، وليغربل هذه الصفوف، لأنه لا ينفعك عند القتال إلا الصادقون المؤمنون. فهذا اختبار كان لهم. أتوا على هذا النهر وهم في حال عطش من هذا السفر، فقال لهم نبيهم كما قص الله تبارك وتعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. بلى واختبار. ما هو الاختبار؟ الذي يشرب منه لن يستمر معي في القتال وفي لقائنا لهؤلاء العمالقة، إلا مسموح فقط غرفة واحدة تبل بها ريقك وتسد به هذا العطش، وهي لا تكفي بطبيعة الحال، لكن هذه الغرفة الواحدة هي مسموحة. قال الله عز وجل: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، لا يتبعني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. غالبهم سقط في هذا الاختبار، ولم ينجو أو ولم ينجح في هذا الاختبار إلا النزر القليل والقلة القليلة. وقد جاء في كلام أهل العلم أن هؤلاء كانوا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر الكبرى، هذه الغزوة العظيمة، كان عددهم عدة الناس الذين كانوا مع طالوت، وهم 310 رجلا فقط. يعني عدد المسلمين اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر كم؟ 310. البضع من 3 إلى 9 والمشهور 13. عددهم هو عدد المؤمنين الخلص الذين نجحوا في هذا الاختبار مع طالوت ومع صموئيل وصمدوا معه. إذن بقي فقط هؤلاء النفر المؤمنون الصادقون الخلص، وكان عددهم قليل، يعني 313 نفر. لا شك أن هذه سرية تعتبر، مو جيش. وهم مع ذلك سيذهبون لقتال من؟ لقتال جبابرة عمالقة. فهذا زيادة في الابتلاء والاختبار. إذا نكص ولم يسمح للبقية الذين سقطوا في الاختبار أن يستمروا معه، فاستمر طالوت بهؤلاء النفر المؤمنين 310 رجلا، ومن بينهم نبي الله شموئيل أو صموئيل عليه السلام. وصل هذا الجيش القليل لنقطة الالتقاء مع العمالقة، وإذا به جيش كبير يلتقي هذه الثلة المباركة، وعندها وصف الله عز وجل هذا المشهد، فقال جل في علا: فلما فصل طالوت بالجنود، أو بعد ذلك قال: فلما جاوزه، يعني هذا النهر، هو والذين آمنوا معه قالوا، والتقى الجيشان، قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. طالوت وجالوت. جالوت هذا هو قائد العمالقة،
وطالوت هو قائد بني إسرائيل الذين كانوا مؤمنين مع نبيهم شموئيل. فقال بعضهم من هؤلاء 311 رأوا هذا الجيش العرمرم قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، كيف سنقاتل جالوت بهذا ونحن قلة؟ فقال المؤمنون في جيشه وقال الذين يظنون أنهم يظنون يعني يوقنون، هنا الظن بمعنى اليقين وليس الظن بمعنى الشك، لأن الذي يشك في لقاء الله هذا كافر، لابد من اليقين بلقاء الله عز وجل. وهذا أيضا له نظائر في القرآن الكريم، وهذا أيضا يعني له يعني مستساغ ومخرج في اللغة العربية، فهي واسعة كما تعلمون. فقال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فكان لمثل هذه الكلمات وقع عظيم في نفوس الجيش الذي كان مع طالوت ومع نبي الله صموئيل. كان لمثل هذه الكلمات من هؤلاء المؤمنين الأثر الكبير في قلوبهم، فثبتهم الله عز وجل، وعلموا أنهم لن يقاتلوا فقط بعدة وعتاد، إنما يؤيدهم الله تبارك وتعالى بجند وبنصر من عنده سبحانه وتعالى. وبالمناسبة لا أعلم في تاريخ أمتنا الذي الآن له 1434 سنة، لا أعلم معركة أو غزوة خصوصا من المعارك والغزوات الفاصلة عبر تاريخ أمتنا الطويل، مئات قد يكون ألوف المعارك والغزوات والسرايا، لا أعلم أن المسلمين انتصروا خصوصا في المعارك الفاصلة وكانوا أكثر عددا وعدة من عدوهم. دائما يكون عددهم أقل من عدوهم دائما. طبعا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم جميع المعارك دائما يكون العدد تقريبا أو غالبا يكون 3 إلى 1. في أحد في بدر 300 إلى 1000، في أحد 1000 إلى 3000، في الأحزاب 3000 إلى 10000، وهكذا. طبعا في زمن الفتوحات في زمن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم حدث ولا حرج، في مؤتة 3000 مقابل 200,000. نعم في مؤتة أكثر، نعم إلا في حنين ليسوا أكثر، إنما تقريبا مقاربين لثقيف وهوازن وغطفان، لكن في العم الأغلب كانوا يكونون أقل عدة وعتادا بكثير من أعدائهم، ومع ذلك ينصرهم الله عز وجل. ولذلك كان الفاروق عمر يوصي الجيوش إذا خرجت بتقوى الله عز وجل، ويقول إنكم لن تستووا مع عدوكم بعدة ولا عتاد، أعداده أكثر منكم، تسليحه أحسن منكم، فلا تستووا معه في المعصية والذنب، فإذا استويتم معه في المعصية والذنب كانت لهم الكثرة عليكم فينتصرون عليكم. شوف الفقه من الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. لذلك كان يوصيهم بتقوى الله عز وجل، وهكذا الصديق، وهكذا من سار من بعده من الفاتحين ومن الخلفاء الصالحين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فكانوا بذلك. إذن لا بد أن يعرف الإنسان هذا الأمر، أن النصر ليس فقط بالعدة والعتاد. نعم أمرنا أن نعد ما استطعنا من قوة ومن رباط الخيل ومن بذل الأسباب، كما قال صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي كررها 3 صلى الله عليه وسلم. لكن لا نتكل على هذا الأمر، بل نعلم بعد ذلك وقبل ذلك وأثناء ذلك أن الذي بيده النصر هو الله عز وجل. التقى الجيشان في هذا المكان. عندما التقى الجيشان برز من جيش طالوت من بني إسرائيل غلاما فتى صغيرا شجاعا مقداما، وهو داود عليه السلام. طبعا إلى الآن هو لم يوحى إليه، إنما كان جنديا من الجنود فقط، وكان في زمرة المؤمنين الخلص الذين نجحوا في اختبار النهر الذي أتوا عليه. فبرز
واستطاع بفضل الله عز وجل أن يقتل بمقلاعه أن يقتل قائد جيش العمالقة وهو جالوت، كما بين الله تبارك وتعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. كان يوم عصيب، يوم من أيام الله تبارك وتعالى، جيش عرمرم أمام ثلة قليلة، فعندها لا شك أن القلوب تخاف الخوف الفطري، كما بين ربنا تبارك وتعالى في سورة الأحزاب عن الصحابة: بلغت القلوب الحناجر، زلزلوا زلزالا شديدا، فالأمر مو سهل. فدعوا الله عز وجل هؤلاء المؤمنين فثبتهم الله ونصرهم الله، كما قال الله عز وجل بعدها مباشرة: قال فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فكان هذا النصر المبين من الله تبارك وتعالى لهذا الجيش المؤمن بقيادة طالوت ومعهم نبي الله صموئيل. وهنا برز اسم داود عليه الصلاة والسلام الذي سيكون له شأن عظيم مع بني إسرائيل ومن بعده أيضا ابنه سليمان. نقف عند هذا وللحديث بقية بإذن الله عز وجل في درس الغد لنتكلم وإياكم عن قصة نبي الله داود. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمة الله وبركاته. رحمة الله وبركاته. رحمة الله وبركاته.